السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميد. النهارده هنعمل مع بعض صوص التوميه، نفس اللي بتاكلوه في المحلات بالظبط، بطريقه سهله وبسيطه جدا. اول حاجه هنجيب مج او كوبايه، هنحط فيه حوالي معلقتين او 3 معالق كبار من النشا، على حسب بقى الكميه اللي هتعملوها. انا حطيت يعني في مقام 3 معالق كبار لان انا مش ماليه المعلقه قوي، وحطيت عليهم كوباية وربع من المية. انا بعد كده هكملها، وهنقلبهم كويس جدا لغاية ما النشا يدوب في قلب المية. يعني نحرص ان احنا نقلبه كويس علشان ما يكلكعش مننا بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا زودت حوالي ربع كوباية. المج ده كبير، مش يعني مش بياخد كوباية بس، اللي هي الكوباية العادية اللي هو فنجان الشاي، يعني بياخد حوالي كوباية وربع من فنجان الشاي. بعد كده جبنا بقى طاسة كزرولة اي حاجة، وهنحط فيها المية بالنشا اللي قلبناها دي. احنا عايزين هنعمل زي اللي هي محلبية النشا دي كده، علشان هي دي اللي هتعمل لي القوام بتاع التومية. فنعمله تقيل كده على قد ما نقدر. هنفضل نحطها على النار مع التقليب، ما نسيبهاش خالص لغاية ما توصل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولما تتقل برضو نقعد نقلب كده علشان نوزع، يعني نقلب النشا كويس فيها. هنسيبها بقى بعد ما نعملها، نطفي عليها النار ونسيبها لغاية ما تبرد خالص. يعني انا ما بعمل اي اكلة فيها تومية ببتدي بالتومية علشان تبرد معايا وما تبقاش سخنة لما اجي بقى انفذها. جبنا طبعا الخلاط، وجبنا هنا على كمية النشا اللي انا عاملاها والمية نص كوباية من الزيت النباتي، وحطيت معلقة صغيرة من الثوم المفروم. ممكن ما عندكيش ثوم مفروم هتحطي حوالي 3 فصوص ثوم، مش اكتر من كده، يعني فصوص وسط كمان. وبعد كده حطينا يعني حوالي 4 معالق كبار من الخل، او 5 معالق كبار من الخل، لان انا ما خدتش لان انا حطيتهم كده في الكوبايه ما عدتش معالق. وبعد كده هنضربهم في الخلاط لغايه ما التوم كده يدوب مع الزيت والخل. بعد كده بقى شايفين هنا النشا اللي انا عملته بقى لما برد بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحطه برضو في الخلاط لغاية كده ما يعني ما يتضرب مع الزيت والخل. وبعد كده هننزل بحوالي نص كوباية من اللبن. وانا المفروض كنت احط اللبن بعد ما حطيت اللي هي عجينة النشا دي او مهلبات النشا دي، بس انا قلت ايه اضربهم شوية. حطيت نص كوباية من اللبن، وهنضربهم بالشكل اللي انتوا شايفينه لغاية بقى ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه، يعني تدوب شوية. هنلاقيها اول ما نحط اللبن هنلاقيها فكت معانا. بعد كده حطيت حوالي 4 معالق كبار من المايونيز. 4 معالق كبار من المايونيز. ممكن نجيب المايونيز اللي هو بيبقى سايب في السرجة، حوالي ب10 جنيه. وحطيت طبعا الملح، ونخلي بالنا يعني من الملح علشان ما يعني لو زاد مش هتبقى حلوة، مش هنعرف نصلح الدنيا بعد كده. هنبتدي بقى نزود في حاجات ونقلل في حاجات، فنخلي بالنا نحطه بحرص. وبعد ما ضربنا بقى شوية وصلت معانا التومية للسمك اللي انتوا شايفينه. طبعا لما تتحط في التلاجة ويعني هتبتدي بقى تلاقيها تقلت كده وبقت اتقل من كده. حتى لو كلتوها كده يعني قوام حلو جدا وهي لسه معمولة، بس هي كل ما بتقعد كل ما بتتقل معاك. جربوا الوصفة هتاكلوا احلى تومية زيها زي المحلات السوري بالظبط. طبعا اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم، باي باي.